السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. النهاردة رح نعمله أطعم وأحلى شرب الصيادية بطريقة جميلة جدا، من غير ريحة ولا زفارة. هتشربي أحلى شرب السمك. أنا معايا هنا بصل، أحط له نص معلقة من الملح. أنا قشرة البصل اللي عاملاها حلقات، حابة انت تعمليه مكعبات اعمليه براحتك انت. زي ما انت شايفين كده البهارات الجميلة معانا. معايا هنا ورق لوري، ومعايا معلقة صغيرة من بهارات السمك، معايا هنا معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معايا معلقة كبيرة من الكمون، فلفل اسود، معايا 3 فصوص بالعدد توم. التوم جميل طبعا، انتوا عارفين التوم بيحب السمك. معايا هنا سمك فوارغ، انا منضفاه زي ما انتوا شايفين، نقعته بميه ودقيق. ما شاء الله منضفاه حلو. الطريقه سهله خالص، والسمك الصياديه رح يعجبك. كملي الفيديو للاخر، ويلا نسمو بسم الله ونبدا الطريقه على طول. انا حطيت طاسه على البوتاجاز وحطيت فيها زيت، احط فيها البصل. اول حاجه اعمل البصل بتاعي واحمره زي ما انتوا شايفين كده، يتقلب على طول البصل. طبعا احنا حاطين له نص معلقة من الملح، مش هحط ملح تاني خالص. حمر البصلة حلو كده اهو، وخليها بني غامق عشان تبقى في الرز جميلة جدا. تغمق الرز كده وتخلي الرز معانا رز الصيادية تخليه طعمه جميل، وتخليه غامق ولونه حلو. البصلة هتحمر معايا وتستوى بإذن الله، عشان أطولش الفيديو عليكم وأوريكم اللون بتاعها. زي ما انتوا شايفين بدأت تصفر معانا، هديها لون تاني كمان، هخليها تغمق شوية تاني. وخلاص على كده يبقى البصلة معانا خلصت، وجاهزين نعمله الرز والسمك. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله اغمقت معايا البصلة. احط لها كوباية صغيرة من المية واسيبها تستوى. حاجة بسيطة جدا يعني زي كده، دقايق بسيطة. وبعد كده نروح ضربها في الخلاط تبقى معانا ناعمة خالص. طبعا منها تبرد نروح على طول احطها في الخلاط. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، بردت تروح ضربتها في الخلاط، واجيب المصفى واصفيها عشان ما يبقاش فيها قشر بصل ولا فيهاش اي حاجة. انا عايزاها تبقى ما فيهاش بصل خالص باين. زي ما انتوا شايفين كده حاجات بسيطة طلعتي، انا مش محتاجة ده. طبعا راح اسيبها تغلي شوية تاني، تستوى تاني شوية بسيطة يعني زي دقايق بسيطة زي دقيقتين. وبعد كده احضر السمك بتاعي اعمله. لونها جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله عليها. انا حطيت حله على البوتاجاز وبدات حطيت فيها ميه وبدات تغلي. زي ما انتوا شايفين احط الخلطه الجميله اللي عملناها سوا بتاعت البصل، ولا ما فيهاش اي حاجه ما شاء الله، متصفيه ومضروبه في الخلاط حلو. زي ما انت شايفه كده تحط 4 معالق 5 معالق براحتك انت في اللون بتاع شوربه الصياديه. حابه تحبها تخليها غامقه تخليها فاتحه براحتك انت. زي ما انت شايفين كده سهلة وبسيطة وجميلة شوربة الصيادية. أنا راح أحط لها البهارات الجميلة ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. الحبهان والمستكة أهم حاجة، بتضيع زفارة السمك معاك خالص. بهارات السمك ما شاء الله تحطي معلقة صغيرة. الكمون أهم حاجة. طبعا أنا درس التوم ولا فصين توم بالعدد يا جماعة، ما تكترش توم خالص. راح أدقهم وأحطهم. تقلبي كل حاجة كده. بدأت المية معانا تغلي. ما شاء الله نروح حاطين السمك بتاعنا، سمك فوارغ. لو مش متوفر عندك في بلدك السمك الفوارغ، ممكن تعمليها بالشبار، الشبار الكبير. ما تجيبيش الصغير، تعملي بالشبار الكبير تقطعيه نصين وتعمليه، بيبقى طعمه جميل جدا. نفس الطريقة دي. طبعا انتوا عارفين السمك مش بيحمل يا جماعة في السوا، يا دوبك غالية وحدة وخلاص. بس اهم حاجه ما تغطيش الحله بتاعتك عشان ما يستواش السمك عن اللزوم ويتهري منك. حط معلقه صغيره من الثوم وخلاص، وحط نص ليمونه حسب الكميه اللي انت عاملاها. حابه تحط ليمونه نص ليمونه براحتك انت. كميتي انا اللي عاملاها بتاعت شوربه السمك الصياديه، احط لها نص ليمونه. اعصر نص ليمونه. وخلاص على كده السمك بتاعنا ما شاء الله جهز وخلص معانا ما شاء الله، واستوى معانا ما شاء الله. اوريكي اعرفك استوى ازاي، تعرفيه استوى ازاي.
زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله عليه، طعمه جميل جدا وريحته جميلة، ما فيهوش زفارة ولا فيهوش أي حاجة. من الأكلات الحلوة اللي بتدفي في الشتاء يا جماعة دي، من تعرف السمك بتاعك استوى، من تطلع الشوكة المنوسطاني تطلع شوية بعيد عن تتفصل شوية عن اللحمة، تعرفيها استوت. احنا خلصنا السمك نبدأ على طول نجهزه في الرز، رز الصيادية. رز الصيادية جميل جدا يا جماعة، كملي الفيديو للآخر وانت هتتبسطي منه. طبعا أنا حطيت حلة على البوتاجاز وحطيت لها كوباية مية عشان الرز. طبعا أنا حسب الكمية اللي انت راح تعمليها في الرز، كتري براحتك انت، تقللي براحتك. أحط 4 معالق من البصل، الخلطة الجميلة بتاعت الصيادية اللي عملناها. طبعا احنا غسلنا الرز بتاعنا، اديت رز بلدي يا جماعة، وحط على طول على كده زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. طبعا احنا راح نجيبه لك ارنبين من شوربة السمك ونروح حاطينها فيهم عشان تخلي ريحته جميلة جدا، وريحته زي ريحة السمك كده، وعطر من ريحة السمك رز الصيادية. انا حطيت كرناب وحطيت كرناب تاني زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. شوربة السمك تقيلة معانا وجميلة. طبعا انا راح احط نص معلقة ملح، لو حابة انتي تخليه ريحته جميلة وطعمه جميل حط الريسان من فوق كده، ريسان السمك وتحطها من فوق تدي لها طعم وريحة روعة. زي ما انتي شايفين كده ما شاء الله تستوى ريسان السمك، تستوى مع الرز، وتبقى طعم الرز، يبقى طعم الرز جميل خالص. لو كنت حابة تدي لها زيادة من ريحة السمك وطعم السمك زي ما انتي شايفين كده ما شاء الله. احطها حلو وخلاص، على كده اسيب الرز بتاعي يستوى وياخد سوا. طبعا زي ما انتم شايفين الرز ما شاء الله عليه يا جماعة، شرب المية بتاعته ما شاء الله عليه. شفتوا شكله ازاي وجميل معانا ما شاء الله. اللون بتاعه مظبوط، مش غامق ولا فاتح قوي، مظبوط قوي. بعد ما الرز معانا استوى طبعا انا حطيت في الشياطة، عايزة اقلب الرز، ما تقلبيش هو والسمك فوقيه عشان الشو. اطلع الرزان خلاص، على كده انا مش محتاجاها. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده معانا الرز ما شاء الله متفلفل معانا، والرز برزتها مش معجن ولا اي حاجة. هسيبها شوية بسيطة تاني خلاص، واغطي عليه واسيبها يشرب من المية بتاعته بزيادة. ما شاء الله عليه زي ما انتم شايفين يا جماعة. بحبيت انا اقلبه. الرز بتاعنا جاهز على كده للاكل وخلص معانا واستوى ما شاء الله. زي ما انتم شايفين الرز برزتها ما فيش حاجة متعجنة فيه خالص، لونه جميل جدا. خلاص على كده خلصنا الأكل بتاعنا ما شاء الله. نجهز الرز والسمكة للصيادية جهز ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده أكلة سريعة وما خدش معانا وقت، أكلة جميلة وبتدفي في الشتاء. الرز جميل خالص، طعمه جميل يا جماعة بجد، شوية رز صيادية زي العسل. ومعانا الصيادية بتاعتنا، السمك بتاعنا مستوي وجميل ومظبوط، ومش متعجن معانا ولا حاجة. الشوربة دي عسل 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 بطعمها الجميل، بطعم البهارات اللي حطيناها. طبعا انا سمك الفوارغ عملته معاكم طاجن بالفريك، وعملته معاكم صينية كانت ني في ني كده اهو، بالخلطة الجميلة اللي عملتها. ادخلي في رابط الفيديو، بإذن الله راح تلاقيه احطه لكم. زي ما انتم شايفين كده حبيت ان انا اوريكم السمك، وطعم السمك جميل خالص يا جماعة ومستوي معانا وزي العسل. رب يكون عجبكم الصيادية بتاعت السمك، سمك الفوارغ جميل جدا. جربيه وانت هتتبسطي منه، ريحته وطعمه روعة. ولو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسينيش في اللايك والاشتراك، ودوسي على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مع صنف في مطبخي. واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.